لاهالينا بالخيم. ايضا راح نشكل لجان ضمن كومينات، عن طريق المدارس الكومينات راح يتم تبرع او القيام بحمله المساعدات لاهالينا، وكل كومين عندما ينتهي من حمله يقدروا ياخذوا بالكميه الموجوده من المساعدات والمواد اللي هي جمعوها، ياخذوها على اقرب خيمه لهم، وراح تقدم باسم الكومين. على هالشكل الرفاق نحن راح نحاول انه نحن بجمع اكبر كميه ممكنه وباسرع ما يكون، لانه قد لا رفاق، لانه رفاقنا الكثير من اهالينا جاوا على حسكه هلا بدون مأوى، بدون بيوت. تعرفوا الازمه البيوت الموجوده في المنطقه وخصوصا بحسكه، الكثافه السكانيه، الامكانيات غير متوفره وقليله، تحتاج الى دعم شعبنا ومسانده شعبنا لهالظروف هذه، وتعتبر هاي امور اخلاقيه وانسانيه تقع على عاتق كل شخص موجود في مناطقنا ومناطق الاداره الذاتيه. لهالسبب رفاق القسم الاكبر من الموجودين من المهاجرين، من الاطفال، من النساء، من الشيوخ، من المرضى، الكل بحاجه الى دعم. نحن نحاول نقدم امور مواد يعني بعيده عن المصاري او النقود، تكون مواد عينيه، مثلا ملابس، بطانيات، فرشات، مخدات، امور طبيه، حليب الاطفال، الامكانيات تكون عينه ماديه وليست مصاري نهائيا. مشان هيك رفاق نحاول بقدر الامكان تكون حمله سريعه، ونحن نشكل عده لجان، وكمان كل واحد من عنده يبلش ويعتبر انه هو وعائلته خارج البيوت، ويعتبر هو وعائلته هو المشردين بحاجه الى دعم مباشر. مشان هيك رفاق حبينا نعقد هالاجتماعات. طبعا وراح جبر فانكو جبريغو هاتنه ام مكون جيداني نجبو فانكو جبرا، وام قش حاضرن ام مساعدات ابو عربكن، وام قشي ام درم بنكون شي لازمي هذا بدن هبدو دريا كومين عرض دريا مجالس دريا بي ديره ام شوان تبرعات بدن هبدو جبان ملتي كوج بره دريا ما شوان فكرينه مسير شار كون الباجاري حسك جيدانينه، وام قشدت كذا بارستان حكي نزان اصلاح مثلا وردا اصلاح جيفكريه، مثلا وردا اصلاح فكريه جبو خاطري مشاريع خو تاخيخه بارستني بكن، وذاتني زانجيش انا دركتني بارسنا تاخيختكن، وتشه بيش ما خصتن جبارتي مستعدن ام بر بارتيا خو بدن سر اخكاخو ومجدو وان شهيده وفكره سركي خو بناغرن روكش روجا مهب مجنا ما به ان شاء الله تشتقنا هيمه وفسايا خدي وسروكيمه وان شهيده ام ولاتي خو باريز بكن.